بالعكس البلاتفورمز دلوقتي is driven by algorithm بيديك النتيجه اللي انت عاوزها، وفي الاخر عاوز تادفرتايز مور عليه، عايز تصرف اكتر عليه. من اكتر الاخطاء اللي بنشوفها في كل الاكونتس اللي بتجيلنا دايما المسكونسبشن بتاع ان انا ازاي بفكر ثيوريتيكال ماركتنج واجي اعمل الكلام ده على الاكونتس. يعني انا دايما من الحاجات اللي احنا درسناها وبندرسها في التريننجز وفي كل السيشنز اللي بنعملها الفانل، توب اوف فانل اويرنس، وبعد كده ببدا اقنع العميل، نوتشر العميل لحد ما يوصل لمرحله الشراء، البوتوم اوف فانل ويشتري. الكلام ده على البلاتفورمز مش ماشي كده. مش معنى ان انت عاوز عميل يشتري كاي كوميرس براند يعني يشتري منك المنتج بتاعك انك تروح توبتمايز فور انجيجمنت، توبتمايز فور ريتش، فور ترافيك عشان هيكون ارخص او عشان توب اوف فانل. بالعكس البلاتفورمز دلوقتي is driven by algorithm بيديك النتيجه اللي انت عاوزها، وفي الاخر عاوز تادفرتايز مور عليه، عايز تصرف اكتر عليه. فكل انت تختار الاوبجيكتيف اللي انت محتاج توبتمايز ليه. فبالتالي لو انت اوبتمايز فور ترافيك هيجيب لك الناس اللي بتعمل كليك على الاعلانات وبتزور المواقع وبس، مش بتكونفيرت. هيكون من ضمن البول اوف اودينس ده طبعا الكونسيومر بتاعك، بس وسط مثلا 10 مليون هيكون مليون منهم هم دول الكونسيومر بتاعك. فانت بالتالي بتديليوت البادجت وبتصرف فلوس غلط وبتخسر فلوس كتير. بعكس ان انت لو اوبتمايز، بدل ما اوبتمايز فور ترافيك، اوبتمايز فور كونفرجن بيرشيس ايفنت، مع انه هيكون اغلى، هياخد وقت اكتر في الاوبتمايزيشن، هتحس ان هو لا طب انا العميل ما يعرفنيش او العميل لسه مش واثق فيا، بس في الاخر الالجوريزم هيبدا مع الوقت هيتعلم وهيروح فعلا للاودينس اللي عنده القدره الشرائيه واشترى من منافسين زيك او اشترى من مواقع شبيهه، وبالتالي هيخش لك كواليفايد ترافيك. الفكره ان انت محتاج الكواليفايد ترافيك ده عشان تقدر فعلا تقيم الكامبينز بتاعتك وتقدر فعلا توبتمايز بشكل صح، ما تبقاش بتوبتمايز فور ذا رونج.